باسم مجلس الرقة العسكري نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الشهيد عبد الرحمن الرفيق الذي قدم أغلى ما يمتلك الإنسان وهي روحه في جبهات دير الزور دفاعا عن أرضه وشعبه، وهذا دليل على تكاتف وتلاحم أهالي شمال وشرق سوريا، وأن الحرب التي تمارس على مناطقنا ليست معينة بجبهة الاحتلال التركي فقط، وإنما من عدة أطراف تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأننا من هذا المكان المبارك والمقدس نعاهدك أيها الشهيد وجميع شهدائنا بالسير على خطاكم حتى تحقيق النصر ونيل حياة كريمة حرة لشعبنا بالمنطقة. نقف إجلالا وإكراما على روح كل شهيد الذي ضحى من أجل الإنسانية، من أجل الكرامة، من أجل أخوة الشعوب، من أجل كل مكونات الذين يحمون هوية سورية تعددية لا مركزية. وأنا أقول للشهيد عبد الرحمن بأننا كما جالس المرأة وكنساء في شمال وشرق سوريا عاهدين بأن نتابع خطى كل شهدائنا الذين يحمون معنى الإنسانية ويعرفون هذا المجتمع ما هو دفاع عن هذا الوطن، ويدافعون أغلى ما لديهم بأننا كنساء وكأطفال نعيشون بسلام وبأمان بهذا المكان. ونعاهد عائلة الشهيد عبد الرحمن بأننا سوف نكون لهم بنت أو ابن أو كل ما يجب أن يكون يقف على عاتقنا نحن كنساء في شمال وشرق سوريا. الشهادة الحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم الحركي عبد الله، الاسم والنسبة عبد الرحمن العبيد، اسم الأم صفاء، اسم الأب محمود، مكان وتاريخ الولادة البوكمال 1/1/1993، مكان وتاريخ الانتساب هيجين 24/2/2022، مكان وتاريخ الاستشهاد ذيبان 5